تجاهل، تأكد، تثبت قبل أن تنشر أي معلومة، واسأل نفسك: هل هذه المعلومة صحيحة؟ قال الله تعالى في سياق الذم والتحذير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أعلنوه ونشروه دون تثبت وتحقق من صحته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وتزداد أهمية التثبت عندما تكون المعلومة فيها حكم شرعي أو حديث نبوي، وذلك لما يترتب عليها من عقائد وأحكام وأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن كيف أتأكد من صحة الحديث؟ الموسوعة الحديثية الميسرة في موقع الدرر السنية توفر لك إمكانية معرفة حكم الحديث بضغطة زر عبر محرك بحث متقدم، ويمكنك التأكد من فهمك للحديث مع الشرح العلمي العصري المختصر للحديث الذي توفره الموسوعة. كن إيجابيا وساهم في الحد من الرسائل المغلوطة عبر التأكد من مصدر المعلومة. مؤسسة الدرر السنية.